كانوا عايزين يشتروها، رغم ان هي سهلة وسريعة جدا وبسيطة جدا. كمان بتاعتنا الشقيانة بدأت ان انا احمر البطاطس. بحمر بطاطس في زيت غزير علشان تكون مقرمشة معانا وتطلع دهبي كده وجميلة. وعلى عكس الطريقة المعتادة بتاعتي، سخنت الزيت الأول وبعدين نزلت بالبطاطس. البطاطس بقطعها ومش بغسلها بعد ما بقطعها، يعني بقشرها وبعدين بغسلها وبعدين أقطعها، وبعد ما بقطعها مش بغسلها. البطاطس خدت نص تحميرة، بطلعها على شبكة تصفي كده وتتهوى كويس، وأكمل باقي الكمية لحد ما الكمية الأولانية تبرد خالص. ولحد ما نكمل باقي كمية البطاطس نبدأ نجهز التومية. كميات متساوية من الزبادي والمايونيز، دي تومية سريعة يا جماعة. نزلت عليهم بتوم مفروم ومعلقة خل، عصير ليمون، ومعلقة زيت، ونقلب كويس جدا وعلى التلاجة. كده التومية جاهزة معانا. وتعالوا دلوقتي نجهز الخيار المخلل. هيبقى جاهز معانا في نص ساعة بس. 3 كوبايات من المية السخنة، حطيت عليهم معلقتين كبار مليانين من الملح ومعلقة صغيرة من السكر. هضيف كمان شوية من الكركم وكرفس من اللي كنا مخزنينه مع بعض لو نفتكر، وقطع من الثوم ومعلقتين كبار من الخل. قلبت الكلام ده كويس مع بعضه، وبعدين هبدأ انزل بالخيار. الخيارة مقطعاها على 4. برفع بقى الحلة على النار، تبدأ بس تغلي، ما تغليش، تبدأ تغلي، ونطفي عليها ونغطيها ونسيبها نص ساعة. بعد النص ساعة بنطلع الخيار، نبدأ نحطه في حاجة مناسبة ونحطه في التلاجة عشان يسقع شوية. شايفين لونه مقرمش وتحفة. ولو لسه مكملين معايا الفيديو، بس أذنكم تروحوا تحطوا لايك وترفعوا الفيديو بكومنت عشان الصفحة فيها مشكلة كبيرة جدا. نرجع بقى للبطاطس. أول كمية عملتها بدأت إن أنا أنزل بيها بالشكل ده كده في زيت سخن، وبالراحة خالص واحنا بنقلبها علشان خاطر بتبقى طرية وممكن تتكسر بكل سهولة. واحدة واحدة معاها كده لحد ما تبدأ تمسك نفسها ولونها يغير معانا. هنقدر بقى ان احنا نقلبها عادي جدا. وصلت معايا للون الذهبي اللي حضراتكم شايفينه، مقرمشة وخطيرة. هطلعها برضو على شبكة، واي حاجة بقليها يا جماعة بطلعها على شبكة او على مصفى، مش على مناديل مطبخ ابدا. اخلص باقي الكمية وكده كل حاجة جاهزة معانا. الخيار المخلل والتومية وكمان البطاطس، واشتريت العيش. نبدأ بقى نركب السندوتشات بتاعتنا. حطينا التومية والخيار، ونبدأ ان احنا نحط البطاطس بالشكل ده كده. وانا بحب افتح الجنبين بتوع العيش علشان بقفل على البطاطس او على الحشوة، فبيكون الساندوتش ماسك نفسه كده، مش بيوقع من يمين ويوقع من الشمال. بالشكل ده بيكون افضل. هبدأ ان انا الف الساندوتش كده واشده شوية وانا بلف، بس بالراحة عشان العيش بيكون خفيف. وكده الساندوتش جاهز معانا. اخلص باقي الكمية، وعندي هنا جريل على النار او صينية او طاسة، اي حاجة متوفرة عندكم. بدهنها دهنة زيت كده خفيفة خالص، وابدأ ارص السندوتشات. بس بحط اي حاجة تقيلة تقل على السندوتشات كده، وبحمر السندوتشات من الجنبين على نار متوسطة كده. يبقى عملنا لهم وليمة من السندوتشات. البطاطس السوري ب8 سندوتشين بس من بره، وكله من البيت، ما اشتريناش غير العيش وبس كده. لايك وشير، واشوفكم الفيديو الجاي على خير.